تحرك باريس لتجاوز الخلافات مع المغرب لحماية المصالح الفرنسية. نشرت تقارير غربية ملامح الاتصالات التي أجريت بين المغرب وفرنسا في مطلع نوفمبر 2022، حيث لفتت هذه التقارير أن هذه الاتصالات تأتي في إطار التحركات الفرنسية الراهنة لتقليص التوتر مع المغرب والعمل على تعزيز التعاون المشترك. فقد نشر تقرير من طرف مجلة أفريقا إنتليجنس الفرنسية في 3 نوفمبر الجاري، كشفت خلاله عن الاتصالات التي أجريت بين البلدين ارتكزت بالأساس على مساعي تهدئة التوترات بين الجانبين، في أول اتصال مباشر بين البلدين منذ بداية الخلافات بينهما قبل نحو سنة. وشهدت العلاقات بين باريس والرباط توترات متصاعدة منذ سبتمبر 2021 بسبب تقليص باريس التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، فضلا عن تطلعات المغرب لإفصاح فرنسا عن موقفها اتجاه الصحراء المغربية. كما قام وفد من البرلمان الفرنسي بقيادة نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بزيارة إلى المغرب في 6 نوفمبر الجاري، والتقى برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية بمجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشتركة. ودعا الوفد الفرنسي إلى ضرورة حلحلة أزمة التأشيرات عبر إيجاد طرق مقبولة تخدم مصالح الجميع، إضافة إلى دعم فرنسا لصالح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء مينورسو عاما إضافيا حتى نهاية أكتوبر 2023، وذلك من خلال دعم قرار 2654 المقدم من قبل الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوتت فرنسا لصالح القرار. ويعد تأييد فرنسا لتمديد ولاية البعثة الأممية دعما دبلوماسيا ضمنيا لموقف المغرب. كما شهدت الفترة الأخيرة استمرارا للتعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين المغرب وفرنسا، حيث شاركت عناصر من القوات المغربية في أكتوبر 2022 في مناورة عسكرية مشتركة في جبال أوكيمد بإقليم الحوزي مع الكتيبة 13 بالجيش الفرنسي. كما شاركت القوات البحرية المغربية والسنغالية في مناورات أخرى بأحد القواعد الفرنسية. وفي إطار التعاون الأمني بين البلدين، شهدت الفترة الأخيرة تنسيقا مشتركا بين باريس والرباط في عدة قضايا أمنية. كما عكست المباحثات بين البلدين دوافع عديدة تفسر التحركات الفرنسية الراهنة لحلحلة الخلافات مع الرباط، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي. أولا، إنهاء التصعيد الدبلوماسي الراهن، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا في وتيرة التوترات بين الرباط وباريس. وبدأ هذا التصعيد في 24 من أكتوبر، حينما نشر أحد المعارض التجارية في مدينة مونبولييه الفرنسية خريطة للعالم تضمنت اقتطاع الصحراء المغربية من حدود المغرب، وهو ما أثار حفيظة الرباط. وجاء هذا التصعيد بعد أيام قليلة من تعيين المغرب سفيرها في باريس محمد بن شعبون في منصب مدير عام صندوق محمد السادس للاستثمار، تاركة منصب السفير المغربي لدى فرنسا شاغرا، وهو ما اعتبرته الأخيرة بمنزلة سحب الرباط سفيرها من باريس. وأتى هذا الإجراء ردا على تعيين باريس سفيرها في الرباط في منصب دبلوماسي جديد بالاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال منصب السفير الفرنسي في المغرب شاغرا أيضا حتى الوقت الحالي. ثانية، تسوية الخلافات حول الطاقة، حيث عمدت شركة توتال الفرنسية في أكتوبر 2022 إلى نقل مخزون الوقود المخصص للمغرب إلى السوق الفرنسي لسد النقص الحاد في المحروقات التي تعانيه باريس حاليا، سواء بسبب الإضراب الذي استمر لعدة أيام في مصافي النفط الخاصة بشركتي توتال وموبيل، أو بسبب الارتفاع الحاد في وتيرة الطلب على محطات الوقود الخاصة بشركة توتال خلال الفترة الأخيرة، بسبب الخصم الذي قدمته الشركة منذ مطلع سبتمبر الماضي بنحو 50% لكل لتر من الوقود، الأمر الذي دفع عدة محطات تابعة للشركة للإغلاق بسبب نفاذ مخزونها. وأفرزت هذه الخطوة من قبل الشركة الفرنسية أزمة وقود متفاقمة داخل المغرب، لا سيما في الدار البيضاء. ثالثا، تنسيق التحركات في العمق الأفريقي، حيث تصاعدت وتيرة الحضور المغربي في القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة، لا سيما غرب القارة، حيث باتت الاستثمارات المغربية في أفريقيا تصل إلى قرابة نصف إجمالي الاستثمارات المغربية في الخارج، وهو ما يتزامن مع تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، واتجاه باريس لتقليل الانخراط العسكري المباشر.
ولذلك قد تسعى فرنسا لتنسيق تحركاتها في غرب أفريقيا مع المغرب، في ظل النفوذ المتنامي للأخيرة هناك. رابعاً، قلق باريس على مصالحها في المغرب. هناك قلق فرنسي من احتمالية أن تؤثر التوترات في علاقة البلدين على مصالح باريس الاقتصادية في المغرب، خاصة في ظل التقارب الملحوظ بين الرباط وواشنطن، وهو ما أثار قلق باريس والتي ترى في النفوذ الأمريكي والأوروبي خاصة الألماني في الرباط باعتباره تهديداً لمصالحها هناك. وربما يساند هذا الطرح تحول الولايات المتحدة في 2022 كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، متجاوزة فرنسا التي ظلت خلال العقد الماضي تحتل المركز الأول. وحسب بيانات مكتب الرقابة على التجارة الخارجية في المغرب، استقبلت الرباط حوالي 578 مليون دولار كاستثمارات أجنبية من الولايات المتحدة خلال النصف الأول من 2022، مقابل 513.7 مليون دولار من فرنسا. كما أشارت بعض التقارير إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت خروج بعض الشركات الفرنسية من السوق المغربية. خامساً، تعزيز التعاون في الطاقة الخضراء. يبذل المغرب جهوداً حثيثة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعتمد باريس عليها كثيراً في هذا المجال، ولعل هذا ما انعكس في المؤتمر الذي عقد من طرف البنك الاستثماري الوطني الفرنسي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة والوكالة الفرنسية للتحول البيئي بالمغرب في نهاية فبراير الماضي، والذي تضمن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين باريس والرباط في الطاقة الخضراء، والتمهيد لانخراط نحو 16 شركة فرنسية للاستثمار في هذا المجال. سادساً، تنسيق باريس مع المغرب حول الملف الليبي، خاصة بعد استضافة الرباط اجتماع رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس مجلس الدولة، والذي تمخضت عنه توافقات مهمة بين الطرفين. وتتسق مع هذا الطرح التقارير التي ألمحت إلى وجود ترتيبات يجري التشاور بشأنها بين الفعاليات الإقليمية والدولية تتعلق بمسارات المشهد الليبي. وهناك جملة من الانعكاسات المحتملة التي قد تتمخض عن التحركات الفرنسية الراهنة، والتي يمكن عرضها على النحو التالي. أولاً، زيارة مرتقبة لماكرون. ألمحت تقديرات إلى أن الرئيس الفرنسي عبر عن رغبته في زيارة الرباط، ويمكن أن تشكل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تسوية الخلافات بين البلدين، خاصة بعدما ألغى ماكرون زيارته السابقة إلى المغرب، والتي كانت مقررة في أكتوبر 2022 في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. من جهة ثانية، التزام فرنسا بحيادها. التزمت فرنسا سياسة الحياد الإيجابي إزاء ملف الصحراء المغربية، وهو الموقف ذاته الذي لا تزال باريس تتمسك به. غير أن موقف فرنسا أصبح غير كاف بالنسبة للمغرب، حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مؤخرا أن قضية الصحراء تشكل المعيار الحاسم الذي يحدد علاقات وشراكات المغرب الخارجية، في تحول لافت للموقف والخطاب المغربي، الذي بات يتسم بدرجة ملحوظة من الحسم والحدة في هذه القضية، غير أنه من المستبعد أن تلجأ باريس إلى العدول عن حيادها في هذا الملف. ثالثاً، تحركات فرنسية لتسوية أزمة التأشيرات. يرجح أن تشهد الفترة المقبلة تحركات فرنسية لحلحلة ملف التأشيرات مع المغرب، وهو ما انعكس في تصريحات الوفد البرلماني الفرنسي أثناء زيارته الأخيرة للرباط، فضلاً عن تلويح وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه يتم حالياً العمل على تسوية هذا الملف. وفي الختام، تأتي التحركات الفرنسية الراهنة لتسوية التوترات مع المغرب في إطار استراتيجية ماكرون، والتي تستند إلى محاولة تعزيز نفوذ باريس إقليميا ودوليا، بما يتجاوز الملفات الخلافية القائمة، والدفع نحو تغليب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لفرنسا. ويبدو أن باريس تسعى لمطابقة علاقاتها بالمغرب والجزائر بما يعظم من مكتسباتها ويزيد من نفوذها في شمال وغرب أفريقيا، بيد أن نجاح هذه المطابقة لا يزال محل شك. ومجمل القول في هذا الموضوع، إذا كانت فرنسا تريد الحفاظ على متانة العلاقات مع المغرب، فعليها أن تدرك جيدا أنه لم يعد مجرد جسر للعبور إلى إفريقيا، وتأخذ العبرة من إسبانيا وألمانيا قبل المجازفة بأي خطوة غير محسوبة العواقب تجعلها تخسر المغرب دون أن تربح الجزائر. فإعادة الدفء للعلاقات الباردة مع المغرب تمر عبر التعبير الصريح لرئيسها إيمانويل ماكرون عن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية،
إلى جانب تداول العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدبير ملف المهاجرين المغاربة غير القانونيين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.